السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده جاي اكلمكم فيه عن الحاجات اللي عملتها مع ابني الكبير ونفعتني جدا ورجعت كررتها مع بناتي التوأم. الفيديو اللي فات كان الجزء الاولاني، كنت كلمتكم فيه عن 5 حاجات او 6 حاجات كانوا مهمين جدا. وده الفيديو الجزء التاني. النهارده هكلمكم برضو عن 5 حاجات نفعوني جدا جدا مع ابني وبرضو بعملهم مع البنات. يلا نبدأ الفيديو على طول، مش عايزة اطول عليكم. اول حاجة يعني كنت بعملها مع ابني، هي ان احنا بعد ما نخلص اي لعبة لازم نشيل اللعبة. طبعا بطرق مختلفة. وهو صغير خالص ممكن كنت انا اشيل قدامه واقول له ان احنا كده لازم بنعمل تايدي اب، ان احنا بنشيل اللعبة بعد ما بنخلص. بعد كده ممكن هو اساعده ان انا لا يلا نشيل مع بعض، يلا نشوف مين هيشيل الاول. مرة هو يشيل لوحده. المهم ان احنا الفكرة موجودة، الطريقة ايا كان ايه هي، المهم ان الفكرة موجودة. ساعات هو يرفض خالص فانا اضطر ان انا اشيلها انا لوحدي، بس بشيلها قدامه مرة على مرة. اتعلموا ان لما الحاجة بتتحط، اللعبة بتتحط لازم بتتشال. دلوقتي انا البنات لما انزل لهم لعبة حتى وابقى مشغولة وانا اكون بعمل حاجة، يجوا يقولوا لي يا مامي تايدي اب، يعني احنا شلناها، اجي اشوف يدوها لي لو عايزين لعبة جديدة او لو هم خلصوا. فدي حاجة مهمة جدا وحلوة جدا للأطفال، وبالذات لو انتي عاملة لهم رف للألعاب أو مكان مخصص للألعاب. تعالوا يعني تعوديهم ان يبقى في مكان مخصص لكل لعبة، بحيث ان هم لما يخلصوا يبقوا عارفين مكانها، وممكن كمان يرجعوها المكان المخصص ليها. لأن لما يبقى في مكان مخصص لكل حاجة، الولاد اكتر ناس بيبقوا حابين ان هم يبقوا منظمين. بس انتي تعلميهم النظام وتوريهم ان مثلا اللعبة دي مكانها هنا او اللعبة دي مكانها هنا، اول ما الحاجة دي مكانها هنا. ده درج الشرابات، ده درج حتى مش في الالعاب، حتى لما بنرجع من بره يلا نحط الحاجات في الدولاب. دلوقتي انا ولارا بدأت اعودهم ان هم يحطوا الهدوم في الشماعة. بدأت اعلمهم كده. كنت كمان بنزل لهم الرف بتاع الشماعة، بنزل لهم على مستوى طولهم عشان هم اللي يعلقوا هدومهم وهم واللي يشيلوها. عملت كده مع ابني وبعمل كده برضو مع البنات، فهم بيطلعوا وهم اللي بيعلقوا وهم اللي بينزلوا. فالحاجات دي بتفرق جدا جدا مع الاطفال، وبتخليهم يحاولوا يعتمدوا على نفسهم. يعني احنا هنا النهارده كنا بنلعب بازل، انا ولينا. لورا ما كانتش عايزه تلعب وقتها، فبعد ما خلصنا نعمل تايدي اب. يلا اعملي، قالت لي لا، قلت لها طب يلا نعمل مع بعض، قالت لي اوكي. فبدأنا نلم مع بعض، نشيل اللعبة وبعد كده نرجع نحطها مكانها. فدي بصراحة من الحاجات، مش اللعب بس زي ما قلت لكم، اللعب لما بنرجع نحط الجزمة في الجزامة، نحط الهدوم مكانها. حتى لو عملوا 20% 30% من الموضوع كله، بس المهم ان هم يتعودوا على كده. واحدة واحدة تلاقيهم هم اوتوماتيك، انتي بترجعي من البيت كل واحد بيحط هدومه في دولابه، بيتعلموا النظام، بيتعلموا هيريحك انت بعد كده، وهيديهم هو ثقة واعتماد بالنفس. حاجة مهمة جدا جدا، ونصيحة والله يعني نفعتني جدا مع ابني. فياريت تطبقوها مع اولادكم، هتفيدكم جدا وهتدعولي. فدي كانت اول نصيحة في فيديو النهاردة. بعد ما بنخلص بنسقف لنفسنا ونقول شاطر عشان نشجعهم ونشيل اللعب. فدي كانت اول نصيحة حابة اقولها لكم النهاردة. تاني نصيحة، حاولوا تقضوا مع اولادكم وقت ولو قصير جدا كل يوم، او يوم ويوم مش كل يوم. انا عارفة ان احنا بنبقى مضغوطين وتعبانين. يعني انا الوقت اللي كنت بلعب معاهم فيه كورة ده، وكنت بلعب معاهم والله 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 كان نص وشي وارم، كان ضرسي وجاني ونص وشي وارم واخده مسكن. بس ما كانش عندي حاجة اعملها وكنت تعبانة. بس هي ما كملتش نص ساعة بس فرقت جدا معاهم. لما بتقعدي تلعبي معاهم او لما بتقعدي بتقضي وقت معاهم بيهدوا، ما بيقعدوش بقى يقريفوا بتحسيهم بيفرق في نفسيتهم. حتى خصوصا ان احنا في الشتاء ما بنخرجش كتير، واوقات اللي بنقضيها بره ما بتبقاش كتير. فنحاول على الاقل نعمل معاهم وقت صغير، اي لعبة بيحبوها نحاول نشاركهم الوقت ده. بيفرق جدا في نفسيتهم. يعني مش متخيلين الانبساط والضحك لمجرد ان هما بيستخبوا ورا الستارة كده، وانا طالعه اجري وراهم واقول لهم فين لينا فين لارا او عمر بلعب معاه كورة. الموضوع ده بيفرق معاهم جدا جدا، وبيفرق في نفسيتهم جدا جدا. فحاولوا يعني تقضوا وقت ولو صغير جدا مع اولادكم كل يوم. مش هيزنوا، مش هيفضلوا يعملوا الحركات اللي بيقعدوا يعملوها دي. نوبات الغضب هتقل جدا برضو. يلا امسك ايدي فدي امسك النصيحة امسك التانية اللي انا حابة امسك. انصحها لكم النهاردة، قضوا وقت ولو صغير جدا مع اولادكم يا جماعة.
مش طول الوقت انتوا عايزينهم يلعبوا. يعني ادخلوا معاهم في البابل بتاعتهم، في الحياة بتاعتهم. ما تحاولوش ان هما العبي واحنا عايزة اخلص اللي ورايا العبي، كده مش هينفع. لما تدخلي معاهم في العالم بتاعهم، تنزلي تبقي صغيرة زيهم، تعملي تلعبي معاهم، بيفرق جدا وبتبسطوا قوي. يعني انا ممكن اوريكم اسمعكم الصوت دلوقتي، كمية ضحك غير طبيعية، لمجرد ان احنا بنلعب زي ما انتوا شايفين كده، طالعين بنجري، هما يستخبوا مني ورا الستارة وانا اقول لهم مسكتكم. حاجة بسيطة جدا بس ضحك رهيب وانبساط رهيب، مجرد حاجة صغيرة كده. او هم يشاركوني مثلا زي ما انتم شايفين كده في اي حاجة بعملها في البيت، برضو ده بيبسطهم جدا وبيفرق قوي قوي في نفسيتهم. فدي كان تاني نصيحة. النصيحة التالتة، يا جماعة لما توعدوا ما تخلفوش بالوعد. يعني دي من الحاجات اللي انا عملتها مع ابني وما زلت بعملها. حتى هما التلاتة دلوقتي اقول لهم مامي لما بتوعد يقولوا لي بتوفي، خلاص بقت حاجة ثابتة. وانا فعلا ما بوعدش غير الحاجة اللي اقدر اعملها. مثلا احنا هننزل بكرة، اقول لهم بكرة مش هننزل، احنا هننزل يوم الجمعة مثلا. لان انا مش مثلا باجي نازله اقول لهم طب انا بقى اجيب لكم حاجة وما اجيبش، او انا هعمل، لا. الكلمة وعد، والكلمة صدق، يعني قول الحقيقة. يعني ساعات كانت مثلا والدتي او اي حد من العيلة زي ما احنا متعودين عشان الولاد يسكتوا، لو سكتوا مثلا احنا هننزل، لا اقول لهم في ساعتها قدامهم لا احنا مش هننزل النهاردة. فتلاقي اللي بيقول لهم كده يقول لي انا غلطان، ده انا عايزه اسكتهم بقى. انا عشان اسكتهم، ما تسكتهمش بحاجه وهميه، خلي ازرع بيني وبينهم ثقه. دايما كنت بقول لهم كده، انا عايزه ازرع بيني وبين ابني وبين ولادي ثقه، يبقى هم واثقين فيا. لما اقول لهم هعمل حاجه يبقى هعملها، مش هعمل يبقى مش هعمل. مفيش حاجه اسمها هعمل عشان يسكتوا، ابدا ابدا. عمري ما قلت لهم حاجه وما نفذتهاش، وعمري ما قلت لهم حاجه لمجرد ان هم يسكتوا. ممكن يعيطوا شويه صغيرين، يعني مثلا مامي نازله دلوقتي هجيب لكم معاها حاجات حلوه، لا النهارده انا مش هجيب حاجات حلوه. فخلاص عارفين انا هطلع مش هجيب حاجات حلوه. ولو قلت لهم انا هجيب حاجات حلوه، لازم اطلع معايا الحاجه الحلوه اللي انا قايله لهم عليها، اللي وعدهم بيها. فدلوقتي نفعتني جدا الحكايه دي، فان انا لو انا اقول لهم يعني مثلا ما تزعلوش، طب بكره احنا ان شاء الله هنروح، او بكره هنعمل حاجه هم عايزينها، بيسكتوا لانهم خلاص مصدقين ان ماما هتعمل كده. فدي النصيحة برضو اللي حابة انصحكم بيها جدا. قولوا لولادكم الحقيقة وما تخلفوش الوعد معاهم يا جماعة، والله العظيم نصيحة غالية قوي ومهمة جدا جدا جدا. هتدعولي لو طبقتوها مع ولادكم. النصيحة الرابعة اللي بعد كده، الكلام الدايم مع الولاد. طول الوقت اتكلموا معاهم، ده بيعجل جدا في الكلام، بيخليهم ما يحتاج. انا الناس اللي حواليا كتير يعني، ربنا يا رب يشفي كل الولاد يعني ما يجيبش حاجة وحشة لأي حد. بس انا بقيت الاقي كتير ناس حواليا من قرايبي ومن اصحابي بيودوا لدكاترة تخاطب. طب انتوا يا جماعة ليه؟ لان ابني من اول ما بدأ يقعد كده انا ما بكلموش، انا يا اما مدياله الموبايل يا اما مشغله له الكرتون. انا اقول لها طب انتي ما بتتكلميش معاه، تقولي انا ما بعرفش اتكلم معاه. اتكلم معاه اقول له ايه ده لسه بيبي صغير. انا بتكلم مع عمر ابني من وهو لسه صغير. يعني كان في موقف ان انا كنت لما اجي اغير البامبرز اقول له احنا هنغير البامبرز دلوقتي. لو انا رايحه مثلا قايمه من جنبه، ارجع قبل ما اقوم اقول له انا قايمه رايحه، مامي رايحه الحمام وراجعه، مامي رايحه اجيب حاجه وجايه. في مره واحده قريبتي كانت قاعده جنبي، قعدت تضحك وتتريق وتقول لي والله يعني انتي بتقولي له كده فهو خلاص يعني قلت لها طب تعالي نجرب. واقوم فجاه من غير ما اقول له، قمت فجاه من غير ما اقول له قعد يعيط. لما رجعت قلت له طبطبت عليه بعدها بشويه، قلت له مامي رايحه الحمام وراجعه. قبل ما قلت له سكت، وكان لسه بيبي، كان لسه ما بيعرفش يقعد. الكلام الدايم مع الولاد يا جماعة بيقوي الحصيلة اللغوية بتاعتهم، بيعمل صلة حلوة قوي بينك وبين ابنك، بيخلي الانتباه يبقى. يعني ده برضو مرتبط بحكاية القراية، بس الكلام اللي هو العام اللي هو طول ما احنا قاعدين بنتكلم. حتى لو بنشر غسيل، دي بتاعت مين يا لولو، تقولي دي بتاعت بابي، دي بتاعت مامي. انتوا متخيلين اي حاجة احنا ماشيين في الشارع. احنا كان في يعني حد من اصحابي عزيزة عليا قوي، كنت لما اجي اتكلم معاها اقول لها اعتبري نفسك ان انتي المرشد السياحي بتاع ابنك، لان هو جاي العالم جديد عليه، ما يعرفش حاجة خالص. فاحنا ماشيين في الشارع، دي شجرة لونها جرين، دي عربية، ده الوقت يمشي يقولوا لي ايه ده يا مامي، ايه ده يا مامي. وعمر نفس الحكاية. فالكلام الدايم مع الولاد حلو جدا، وبيخليهم يتكلموا بسرعة، وما بيخليهمش يحتاجوا يعني لان هم اي حد يساعدهم بعد كده في الكلام، او ان هم يتأخروا في الكلام. فيا ريت دي نصيحة رقم 4.
اخر نصيحة بالنسبة لي، النصيحة رقم 5: عبري عن حبك لولادك واحضنيهم. يعني يا جماعة بالله عليكم، انا كنت عاملة فيديو عن اللي هي كروت كده، اسمها كروت حاسس بايه. الكروت دي كنت جايباها لابني من هو صغير جدا، وكنا بنمسكها وبنعبر عن مشاعرنا. فكرة انك تخلي ابنك يعبر عن مشاعره دي حاجة حلوة جدا ومفيدة جدا وصحية جدا. كل يوم الصبح احضنيهم، قول لهم بحبك، هم يقولوا لك بحبك. خليهم يعبروا. لو متضايقين قولوا انت دلوقتي حاسس بالغضب، انت دلوقتي حاسس بالحزن، انت دلوقتي حاسس بالجوع، حاسس بالعطش. انا الكروت دي كانت مساعداني جدا. هسيب لكم اللينك برضو بتاع الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. حاولي على قد ما تقدري تخلي ابنك يعبر عن مشاعره، ده هيفيده جدا بعد كده، وهيخليه يبقى يعني يقدر يعبر عن نفسه. سوري انا اسفة. فبجد حاجة مهمة جدا ونفعتني جدا ان انا اعبر لابني عن مشاعره، وهو يقدر يعبر عن مشاعره. لما كان بيبقى مثلا متضايق او اقول له انت دلوقتي غضبان. احنا لما بنبقى غضبانين ممكن نقعد شوية او نلعب او نيجي في حضن مامي. فعبري، خليه يعرف يفهم اللي حاسس بيه ده عبارة عن ايه، وانها ما كلها مشاعر طبيعية، في منها الوحش وفي منها الحلو. كلنا بنحس بالمشاعر دي. وفهميه واحدة واحدة ازاي يقدر يتعامل مع مشاعره وازاي يقدر يعبر عنها. هتفيده جدا 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 برضو والله، زي ما فادتني مع ابني. بجد يا جماعة، الكلام ده والله العظيم من قلبي، وحاجات فادتني جدا جدا مع ولادي، وانا عشان كده حابة اقولها لكم. فدي النصيحة كانت رقم 5. والنصيحة الأخيرة بالنسبة لي: يا جماعة عبروا عن حبكم لولادكم. في ناس أنا أعرفها بقالها مثلا شهور وسنين ما قالوش لولادهم يعني احنا بنحبك، مع ان هم بيحبوهم جدا 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 بس ما بيقولوش. الولاد محتاجين يتحضنوا، محتاجين يتقال لهم ان احنا بنحبهم. يا جماعة احنا ممكن نلاقي، يعني اكيد كل واحدة مثلا تتفرج على الفيديو تعرف حد من قريب او من بعيد ممكن تكون بتشتكي ان انا جوزي مش بيعبر لي عن حبه، ان هو مش بيقول لي مثلا ان هو بيحبني، مع ان هو ممكن بيحبها جدا بس من هو صغير ما تعلمش يعبر عن مشاعره، ما تعلمش يتكلم. حتى لما يبقى متضايق ممكن ما يجيش يتكلم معاها، لان هو متعود ان هو مش هيقول لحد، مش هيعبر عن اللي جواه. علموا ولادكم يعبروا عن اللي جواهم عشان يبقوا صحيين اكتر، وعشان يقدروا بعد كده يعيشوا حياة يعني صحية اكتر. فالموضوع ده مهم جدا والله العظيم، مهم جدا ان احنا نعلم ولادنا من دلوقتي. هما بيحسوا. الطفل بيتولد ممكن يكون عقله بيبدأ ينمو لكن مشاعره كلها كاملة. هو بيحس بالحب وبيحس بالزعل وبالغضب وبالتعب وبالجوع وبالعطش وبالكسوف بيحس بكل المشاعر اللي احنا بيعدي بكل المشاعر اللي ممكن اي حد كبير يعدي بيها، بس هو مش فاهم. فممكن يعدي بأي يعني اي شعور من دول، يعيط او يصوت. ممكن يكون تعبان تلاقيه عمال يصوت. انت حاسس بالتعب دلوقتي يا حبيبي؟ لما بنحس بالتعب بنحاول ننام، بنحاول ننتخ مثلا، نهدى. انت زي ما قلت لكم اتكلموا معاهم كلام دايم، وعرفوهم عن كل حاجة حواليهم على انكم المرشد السياحي بتاعهم. برضو علموهم يعرفوا مشاعرهم. علموهم على ايه المشاعر اللي هم بيحسوا بيها دي، وابدأوا عرفوهم ازاي يتصرفوا صح، ازاي يتعاملوا معاها صح. في ناس كبيرة لحد دلوقتي مش بتعرف تتعامل مع مشاعرها والله. فدي حاجة مهمة جدا جدا ان انتوا تعرفوها لاولادكم في سن صغير، والله بجد هتفرق برضو جدا معاكم. فده كان اخر حاجة حابة اقولها لكم في فيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو والله كل النصايح اللي فيه من قلبي، وبنية ان احنا يعني افيدكم. فيا رب يكون فعلا الفيديو مفيد ليكم ويكون خفيف على قلبكم، واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. السلام عليكم.